السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوزين حليمة. اليوم بغيت نشارك معكم خبيزات رائعين، نتمنى انه يعجبكم. المقادير وطريقة التحضير: 2 كيسان ديال العنبة ديال الحليب الدافئ، عندنا ملعقة كبيرة من الخميرة حبيبات، نصف كأس مع مرش ديال السكر حبيبات، غادي نضيف واحد ساشي ديال نكهة البرتقال، نكهة الزهر، هاد الخبيزات تيجيو منكهين بالزهر والكوك رائعين وشاش. عندنا كاس عامر ديال العنبة بزيت نباتي، وتنخلطو المقادير كلها مع بعضياتها حتى تنسجم كما كتشوفوا. نتمنى تتابعوني حتى الاخير، وما تنسونيش من لايك والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. من بعد ما خلطنا الخليط غادي نضيف بيضة واحدة، نخلطو مزيان. طريقة سهلة ومبسطة وتيجيو هاد الخبيزات رائعين. ونستمر في الخلط. من بعد غادي نضيف الملح حسب الرغبة، ونضيف ملعقتين من الكوك، جوز الهند اللي كيخلي هاد الفطائر منكهين واحد النكهة رائعة جدا. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر. نستمر في الخلط. من بعد غادي نضيف الدقيق. انا كان عبر بكاس العنبة درت 2 كيسان، كنغربلهم. الدقيق الابيض ممتاز الخاص بالحلويات، ضفنا هنا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، وغادي نغربلهم كما كتشوفوا. ونضيف الكاس الثالث. من بعد غادي نضيف خمارة ديال الحلوى وزن 7 غرام، ونخلطو العناصر كلها، نخلطوهم مزيان. غادي نخلط بالفوي. من بعد غادي نستعمل اليد ديالي، نخلطو مزيان. تبعوا هاد المراحل اللي درت معكم وغادي تحصلوا على نتيجة روعة. نخدموهم مزيان حتى ينسجم الدقيق مع المقادير كلها. من بعد نضيف الكاس الرابع والكاس الخامس ونغربلهم. انا دخلت لي تقريبا شي 600 غرام ديال الدقيق الابيض، والدقيق حسب النوعيه ديالو يقدر يدخل لك 600 او 500 غرام. غادي نخلط دابا بيديا الخليط، نعجنو مزيان وندلكو. العجينه خصها تكون خفيفه، تكون حتى تلتصق باليد باش يجيونا الفطائر هشاشين وزوينين. غادي نبقى نستمر نجمع في الخليط ديالي العجينه. من بعد غادي ندلكها، نزولها من البول
ونديرها على سطح العمل وندلكها. ضروري ندلكو مزيان العجينه ديالنا باش يبقى معنا خبيزات رطبين. دابا غادي نفرغ العجين على سطح العمل باش ندلكو مزيان. البول صغير ميمكنش نعجنو في وسط البول. نفرغ العجين ديالي كما كتشوفوا، العجينه كتلصق في يدي، وغادي نبدا ندلكها كما كتشوفوا. ضروري من هذه المرحله دابا غادي نضيف ملعقه كبيره من الزبده، زبده حيوانيه، غادي ندخلها في العجين ديالي كي كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وانا تندلك مزيان العجين ديالي. من بعد غادي نحطو يرتاح 20 دقيقه او ساعه كامله باش يختبر لينا العجين مزيان ويعطينا نتيجه رائعه. غندخلو الزبده في العجين ديالنا، من بعد نغطيو العجين نخليوه حتى يختمر. عاد غادي نشكلو منه كويرات. اول عجين ديالي من بعد ما اختمر كما كتشوفوا نفرغو منه الهواء ديالو، تنشكلو قريصات صغيورين. الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، بغيتو كبار ولا صغار حسب الرغبه. غنبدا نشكل كويرات تنكمل العجينه اللي عندي. كتشوفوا وضعتهم في الطاوه، غادي نقرصهم شويه نضغط عليهم شويه. من بعد ما قرصتهم غادي نغطي عليهم نخليهم حتى يختمروا ويتضاعف الحجم ديالهم. من بعد ما اختمروا لينا غناخذ بيضه كامله وغادي ندهن الوجه ديالهم ونرشهم شويه ديال الزنجلان وندخلوهم للفرن اللي سخنا من قبل، نخليهم حتى يتحمروا. ونقدموهم بالصحه والراحه. بعد ما ندخلوهم الفرن هذا هو الشكل النهائي ديالهم، يجيو محمرين رائعين. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك والبارطاج. فضلا منكم وليس امرا، جزاكم الله كل خير. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات ديالنا اللي كيجيو هشيشين ومنسمين بالكوك والزهر. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للمتابعة.